it's okay. We'll take another way. We can't find no more words, but it's fine. We run till we shine. We give when we need. You run till you shine, and I'll give when you need.
منور القاهره. اهلا بك يا مرحبا. حضرتك هنسال سؤال، ايه رايك في اللعيبه المصريه؟ والله اجتماع النهارده. اللعيبه صراحه يعني الهدف من اللعب اول حاجه ان نتعرف على بعضنا بعض، يعني كشعوب وكاخواننا، انه جمهوريه مصر هذه بلد تعتبر بلدنا الثانيه. بالنسبه للعيبه اللي بيلعبوا في مصر صراحه فيهم البركه صراحه، رغم اعمارهم كبيره يعني شويه، بس برضه ما شاء الله يعتبروا كانهم بيلعبوا في اعمار 20 ولا 25 سنه. حضرتك لما بتسافر بلدك السعوديه بيكون في تواصل ما بينك وبين اللعيبه اللي بتلعب في وسطها النهارده؟ والله هو في تواصل مع بعضهم صراحه، الكباتن زي الكابتن احمد صبري والكابتن مصطفى طبعا على اتصال دائما مع بعضهم، يعني مع بعضنا. البطوله كل سنه بيكون فيها انجاز عن السنه اللي قبلها؟ والله الحمد لله العام كانت اول بطوله، وكانت كبدايه يعني تعرف البدايات دائما صعبه شويه تكون، بس الثانيه هذه كانت احسن شويه، مرتبه شويه، التنظيم كان كويس، في غلطات صغيره، في سلبيات شويه، بس انه ان شاء الله السنين الجايه حتتحسن احسن. لكن الاجمالي حضرتك راضي عن البطوله؟ الحمم لله، الرضا موجود، وهو الهدف من البطوله هي التعرف على بعضنا بعض والمحبه بين الشعوب واخواننا هنا المصريين، يعني نعتبرهم يعني اشقاء لنا الكبار كمان يعني. كابتن خالد، حضرتك البطوله بتتعمل كل سنه في وقت معين ولا في وقت ثابت ولا على حسب ظروف عمل حضرتك؟ لا والله حسب الظروف، هو حسب الظروف وحسب برضه ظروف الشركه اللي بنتعاقد معاهم، يعني مع الكابتن مصطفى، يعني حسب ما هو متى يكونوا الفرق من جاهزه، ولانه تعرف في اوقات معينه، بس هي دائما نعملها سنويا، نحاول نحتفظ بالبطوله هذه تكون في السنه مره واحده اقل حاجه. ده يعني الجو بتستريح نفسيا في وسط اخواتك المصريين؟ اكيد طبعا اخواننا المصريين، لا طبعا اكيد الجو هنا والناس طيبه الشعب المصري طبعا، هذا يحل الجو يعني، حتى لو الجو كان سخن يعني. كابتن خالد منور مصر. الله يخليك، شكرا. سياده المستشار، بس عايزين نتعرف بحضرتك الاول. انا يحيى عبد الودود حسن المحامي، وصديق شخصي والمحامي بتاع مستر خالد العمودي. احنا عايزين نعرف الهدف من البطوله اللي بتتعمل كل سنه ايه؟ والله هو كان الفكره جت في دماغ الاستاذ خالد، ان ايه اللي يخلي اواصر محبه وجو فيه نوع من الرياضه والاستفاده بالرياضه نفسها، انه ينظم البطوله دي عشان يعمل نوع من التواصل والتلاقي ما بينه وما بين اللعيبه والشعبين المصري والسعودي. طيب هل انا شايف ان الاعمار السنيه للبطوله في سن معين ولا هي مفتوحه؟ لا، البطوله مفتوحه طبعا كويس، اي حد، والهدف منها ان الناس كلها تمارس رياضه. يعني هو نقول ان تبادل الثقافات ما بين الشعوب هو الهدف الرئيسي للبطوله؟ بالظبط. طيب سياده المستشار، هل في حاجات شايفها سلبيه في البطوله ولا كلها ايجابيات الحمد لله؟ فالحمد لله هي العبره بالنتيجه النهائيه، الناس كلها طلعت مبسوطه وطالعين متعارفين على بعض وكله مبسوط، فبالتالي اعتقد ان في السلبيات. دي تاني نسخه للبطوله ولا في نسخه؟ لا، دي تاني نسخه. تاني نسخه. انا كان ليا شرف ان انا اكون موجود في النسخه الاولانيه. هل الموضوع هيتكرر ان شاء الله كل سنه؟ ان شاء الله نامل ذلك. سياده المستشار، نورتنا النهارده وشكرا جدا جدا. شكرا.